حدد فلورنتينو بيريز المرشح لرئاسة ريال مدريد موعد الإعلان عن أولى صفقات النادي الملكي الكبرى استعدادا للموسم الجديد، مؤكدا أن مشروعه الرياضي يهدف إلى استمرار النادي في استقطاب أفضل اللاعبين والحفاظ على مسيرة الانتصارات. ومن المقرر أن تقام انتخابات ريال مدريد يوم الأحد المقبل وسط منافسة شرسة بين بيريز ورجل الأعمال إنريكي ريكيلمي. وقال بيريز في حوار مع صحيفة إسبانية: سأعلن غدا الخميس أولى صفقات ريال مدريد الكبرى للموسم المقبل. وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى أن ريال مدريد حسم صفقتي إبراهيم كوناتي بعد انتهاء عقده مع ليفربول، ودينزل دومفريس بتفعيل الشرط الجزائي في عقده مع إنتر ميلان. وأضاف بيريز حسب ما نقلت صحيفة آس: الجميع يعلم مشروعي الرياضي امتلاك أفضل اللاعبين ومواصلة تحقيق الانتصارات. وتابع في معرض حديثه عن الجانب الرياضي أن الإعلان عن المدرب سيكون قريبا، وسيتم الكشف عن المزيد من الأسماء قبل يوم الأحد. وواصل: لا تقلقوا، الناس لا يشكون في ذلك، فهم يعرفونني لطالما أثرت الحماس خلال سنوات رئاسة 23. من يعرفني يعلم أن أفضل اللاعبين سيكونون في ريال مدريد، وأننا سنفوز بلقب دوري أبطال أوروبا. لم يكن ريال مدريد طرفا في صفقة انتقال الإنجليزي أنتوني غوردون إلى برشلونة، لكنه قد يكون أحد أكبر المستفيدين منها خلال الأيام المقبلة. فوفقا لبرنامج تشيرينجيتو، فإن نيوكاسل تقدم بعرض تبلغ قيمته 35 مليون يورو للتعاقد مع فيكتور مونيوز، وذلك بعد رحيل جوردون إلى برشلونة في خطوة تهدف لتعويض أحد أبرز عناصر الخط الأمامي للفريق. وتحمل الصفقة أهمية خاصة بالنسبة لريال مدريد رغم رحيل اللاعب عن صفوفه في وقت سابق، إذ لا يزال النادي الملكي يحتفظ بنسبة 50% من الحقوق الاقتصادية لمونيوز عقب انتقاله أوساسونا أوساسونا. وبحسب الاتفاق المبرم بين الناديين عند بيع اللاعب الصيف الماضي، فإن ريال مدريد سيحصل على نصف قيمة أي صفقة بيع مستقبلية للاعب، ما يعني أن خزائنه قد تنتعش بنحو 17.5 مليون يورو في حال إتمام انتقاله إلى نيوكاسل بالقيمة المطروحة. وكان مونيوز قد انضم إلى أوساسونا قادما من ريال مدريد مقابل نحو 4.3 مليون جنيه استرليني، مع احتفاظ النادي الملكي بحقوق اقتصادية مهمة في اللاعب، إضافة إلى بند يسمح له بإعادة شرائه خلال فترة محددة. يستضيف ملعب ريازور مواجهة ودية مرتقبة تجمع بين إسبانيا والعراق في إطار استعداداتهما لخوض منافسات كأس العالم 2026. وأوقعت قرعة نهائيات كأس العالم 2026 المنتخب العراقي في المجموعة التاسعة إلى جانب منتخبات فرنسا والنرويج والسنغال في مجموعة تبدو مليئة بالتحديات والطموحات. ووصل أسود الرافدين إلى المونديال للمرة الأولى منذ 1998 عن طريق الملحق العالمي بعد الفوز على بوليفيا. أما منتخب إسبانيا فيتواجد في المجموعة الثامنة رفقة السعودية وأوروغواي والرأس الأخضر. تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق مباراة منتخب إسبانيا والعراق، إلا أن المباراة لن تعرض على قنواتها ولكن عبر التطبيق فقط. يمكن مشاهدة مباراة إسبانيا والعراق الودية استعدادا لكأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق TOD.